السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد ويا رب يعجبكم ان شاء الله. بسم الله، هنسمي الله كده وهنبتدي. هنعمل النهارده ايه معانا؟ غدا كده خفيف. خلاص اتزقنا من الطبيخ ومن لحمة العيد وما عملناش نفس اي طبيخ تاني. شايفين كده طريقة كده المكرونة كده وجمالها. شايفين كده صينية المكرونة كده بتتكلم عن نفسها يا جماعة، كده جوسي وقطعناها بس ايه كده دوبي كنت مطلعاها سخنة وقطعتها معكم. ما تيجي كده نشوف الطريقة كده مع بعض. هنبتدي كده بايه بإذن الله كده نسمي الله كده ونقول ايه. هنجيب كده بصلتين 3 كده كبار، هنفرمهم كده في الكبة كده شكلهم كده. بعد ما فرمناهم وديتهمش اللفة الكاملة، دوب لفتين كده وطلعتهم. جبت كده حلة فيها شوية زيت او سمنة اللي تحبيه، وعندي كده حتة من لية الخروف كنت اسيحها كده مع البصلة. وادي كده معانا 3-4 قرون كده من الفلفل، هنضربهم كده في نفس الكبة برضو. هنكون بنشوح البصلة كده على النار، والفلفل كده حركنه شوية عجب. لما تدبل البصلة كده هنزل بيه على لما تدبل البصلة هنزل بالفلفل على البصلة. وجبت هنا في نفس الكبة برضو ضربت قطعت الفراخ. كان عندي فراخ كده صدور، فقطعته كده وضربته كده في الكبة وركنته برضو على جنب لما البصلة تصفر. جيت كده بحلة كده هنا تاني وحطينا مادة دهنية كده، ونزلنا كده ب5 معالق كده من الدقيق، خليناهم كده اتحمروا كده معانا. وادي زي ما انتوا شايفين نزلت بكيس اللبن كده كله على الكمية. ولو احتجت انا كان عندي شوربة لحمة وكده بقيت كانت تقيلة شوية، فبقيت افكها شوية بشوربة اللحمة. بقيت احطها من الشوربة كده واقلب ولا تبقى تقيلة ولا تبقى خفيفة معاكي، تبقى كده حلوة اهو زي ما انتوا شايفين. نقلب كده لحد ما القوام اللي انت عايزاه زي وادي. معلش كده صوت يونس كده لازم كده معانا كده في كل فيديو، معلش كده يا جماعة. مش عارفة ماله النهاردة بيبكي كده ومش قاعد ساكت وبيزن. فيها يونس؟ فيها قلبي؟ يقعد ساكت بس. ونزلت كده كانت معايا مكعب مرقة وشطة وكزبرة ناشفة وكده. بعد كده نزلت ببيضة وشوية ملح. وادي كده هنا البصلة. ونزلت بعد ما خدت كده اللدعة. شايفين اللدعة بس مش ظاهرة كويس في الفيديو، اللي يشوفها يفتكرها البصلة بيضة بس هي حمرا وحلوة. نزلت بالفلفل كده خليته دبل. وبعد كده هنزل بالفراخ اللي انا فرمته في الكبة زي ما انتوا شايفين. هناخد وندي كده فيها لحد كده ما تدبل كده ولونها كده يتغير وتستوي معانا. هغطيها كده واركنها تاخد اللدعة من تحت. كل شوية كده افتحها واديها اقلب فيها واغطيها تاني. وفي بعد كده لما تدبل طماطمتين كده هنزل بيهم كده. فاكرين الصلصة اللي كنا مفرزينها مع بعض؟ لسه باقية برضو منها عندي. هنزلت طلعت حتة كده من الكيس وحطيتها كده عليه، تاخد قلبتين وهتدوب على طول. وغطيتها كده وركنتها على جنب. وهننزل بنجيب حلة كده فاضية كده على النار، نحط فيها مية عشان نسلق فيها المكرونة. قولوا لي انتوا بتحبوا تعملوا مكرونة البشاميل كده بالسباكيتي ولا مكرونة الفرن؟ انا بحب اعملها بالسباكيتي، والفرن بحب اعملها طريقة النجرسكو، مكرونة نجرسكو. يونس عامل هسه زي ما انتوا عارفين، مش قاعد ولا حتة شايلها، مش عارفة ماله. هو بيلفلف يطلع من الأوضة دي يدخل في الأوضة دي، مش عارفة عاملنا حس والله. يلبته بيعمل حركات تضحك. هيبقى قلبي الواد يونس ده. مش عارفة بيسنن ولا يا جماعة والله. على ساعة يضحك ساعة يبكي ومش عارفة ماله، مزاجه متقلب. هادي جبنا كده الصينية كده معانا، حطينا كده شوية بشاميل كده من تحت وشوية زيت. ونزلت كده هنزل بنص الكمية اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتسلقت وصفيتها وطلعتها وحطيت لها رشة ملح المكرونة. هنزل بيها كده في الصينية واقلبها كده مع الصوص عشان تبقى ماسكة بعدين، متبقاش كل حاجة كده مع نفسها. وادي هنا العصاج كده خلص كده معايا اهو شايفين. هنزل كده بعد كده في النص. هنزل كده بالكمية دي كده في النص كده واسويها زي ما انتوا شايفين كده. وزعتها كده على جميع الانحاء كده في الصينية.
وهنزل بعديها كده ايه باقي كمية المكرونة كده عليها اهو زي ما انتوا شايفين، وبالهنا والشفا للي هياكل يا رب. حاجة سريعة كده وخفيفة وما خدتش مني وقت، كله ايه كده كله ورا بعضه. هوزعها كده. كان معايا معلقة والله بدور عليها كده مش لاقيها، فلقيت الشوكة دي قدامي فايه قلت اشتغل بيها. يلا مش هنوقف برضو على حاجة. يلا اتفسحتوا رحتوا فين في العيد؟ كل اللي طلع مكان في العيد ويقول لي روح فين. احنا خدنا العيد السنة دي في البحر. اهو هنزل كده بكمية كده البشاميل، هنزل كده على وش الصينية كده من فوق اهو بالكمية اللي انا محتاجاها. شايفين السمك بتاعها ولا تقيل ولا خايف كده ايه، وبينزل كده ايه في الصينية، ينزل في قلبي على طول. شايفين ازاي؟ خلاص عملنا فتة كتير وعملنا فطير كتير وعملنا طبخنا كذا مرة واللحمة عملناها على كذا شكل، ومرة عملت حواوشي ويلا وعيد سعيد يا رب عليكم. قلنا هنغير المرة دي نعمل، كان عندي فراخ في التلاجة قلت اعمل بيهم صينيتين المكرونة دي، ودي دخلتها كده شوية في الفرن من تحت شمعت شوية، بعد كده حطيتها على الشواية اهو زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة. شايفين كان نفسي احط لها جبنة موتزاريلا بس للأسف ما كانش عندي، عملت بيها الحواوشي، جبت كيس وعملت بيه الحواوشي. هي على كده طعمها والله العظيم موت يا جماعة، وسخنة كده وحلوة اهو. العيال بس كانوا جعانين ما استنوش لحد ما انا ايه اديها شوية كده تبرد يعني من الفرن، قالوا لي لا يا ماما احنا بنحب ناكلها كده ايه كبينا دلوقتي منها. شايفين ازاي كده المكرونة كده مفلفلة كده وحلوة كده ومش معجكة ولا حاجة اهو. يلا بالهنا والشفا للي هياكل. شايفين انا حاولت اقربها لكم عشان تشوفوا ايه كل التفاصيل كده من قريب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ومع السلامة.